الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة. ولدى وصولها يدعو الله كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني الذي عانقه عند سلم الطائرة، ووالي الدار البيضاء الكبرى محمد القباج، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، وقد حيته ثلة من حرس الشرف. كما كان في استقباله أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب وعدد من كبار المسؤولين المغاربة من مدنيين وعسكريين. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين إلى الدار البيضاء كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة،